السلام عليكم. كان في حد بيسأل ايه هي الاشياء اللي انا لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الذرية الصالحة. وطبعا الذرية الصالحة يا اخوانا هذه رزق من الله تبارك وتعالى للعبد. فهناك 4 أشياء ان شاء الله تعالى ادلك عليها يرزقك الله باسبابها او بسببها الذرية الصالحة. فابقوا معنا لتعلم ما هذه الاشياء التي لو فعلتها يرزقني الله تبارك وتعالى بالذرية الصالحة. فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن جميع المسلمين يبحثون عن أسباب الرزق بالذرية الصالحة. كل الناس تتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بالذرية الصالحة، الأولاد الصالحين والبنات الصالحات. وهذا الأمر في الحقيقة لا يتأتى، والإنسان يعيش في هذه الدنيا بلا هدف، ثم يأتي له بعد ذلك أولاد صالحون وبنات صالحات. لا يمكن أن يكون ذلك. فالذرية هي زينة الحياة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالذرية الصالحة من أجل وأعظم النعم التي من الله بها تعالى على عباده في الدنيا. كذلك مصدر السعادة للوالدين إن كانت الذرية صالحة. وصلاح الذرية له عدة أسباب نذكرها الآن. أولا، لا بد أن تختار الزوجة الصالحة. كذلك ينبغي على البنت أن تختار الزوج الصالح، هذا ابتداء، وهذه هي اللبنة الأولى في الحياة. وحسن اختيار الزوجين مسؤولية الوالدين على الولد قبل وجوده، أن يحسن كل منهما اختيار الطرف الآخر. فيختار الرجل أما صالحة تحسن تربية أولاده على الطريق القويم، وتختار الأم أيضا زوجا صالحا يحفظ أولادها ويساعدها في تربيتهم. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة صاحبة الدين. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة ل4: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. سبحان الله العظيم، هذه النقطة التي نتكلم الآن عنها وهي حسن الاختيار. الشباب سبحان الله العظيم لما بيسيئوا الاختيار في الزوجة وبياخدوا بنت متبرجة مثلا، بنت سافرة، بنت مثلا ليست من أصل طيب، بيتعب جدا في حياته وبيتعب جدا في تربية أولاده، لأنهم هيكونوا سبحان الله العظيم كأمهم وكأبيهم الذي لم يحسن اختيار أمهم. من الأشياء أيضا التي تكون سببا في الذرية الصالحة الدعاء لهم. الدعاء من أعظم العبادات وأنفعها أثرا في حياة المسلم بشكل عام، وفي صلاح الأولاد بشكل خاص. ودعاء الوالدين لأولادهم من الأدعية المستجابة. ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 دعوات مستجابات، 3 دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. الوالد هنا مقصود بها إيه؟ الأب أو الأم فلا يجوز للرجل أن يدعو على أولاده بشيء سيء، ولا يجوز للمرأة أن تدعو على أولادها، وهذا نسمعه كثير في زماننا للأسف الشديد. فالدعاء المستمر للأولاد من أنفع الطرق وأفضلها لهدايتهم وصلاح حالهم. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن دعاء الأنبياء لأبنائهم، فقد سأل إبراهيم عليه السلام ربه الولد الصالح، قال: رب هب لي من الصالحين. ولم يذكر هب لي من الأولاد فقط وسكت، وإنما قال من الصالحين.
تالت شيء بتعمله عشان ربنا يرزقك بالذرية الصالحة حسن تربية الأولاد ورعايتهم، وهذا حق من أعظم حقوقهم. من حق الولد عليك أن أنت تربيه كويس وتنشئه على الدين وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى المبادئ الطيبة الحسنة. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان تربية الأولاد وخاصة البنات، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ففي الحديث دلالة على فضل تربية الأبناء على الصلاح، وقد خص عليه الصلاة والسلام البنات بالذكر كونهن أمهات المستقبل ومربيات الأجيال والقائمات على حقوق البيت والزوج والأولاد. ولذلك جعل الله تعالى الولد الصالح صدقة جارية للوالدين بعد موتهما جزاء إحسان تربيتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الرابع أو الشيء الرابع العدل بين الأبناء من الذكور والإناث، وهذا أمر غاية في الأهمية. يجب على الوالدين العدل بين أولادهم ذكورا وإناثا على حد سواء، إذ إن العدل بينهم حقا من حقوقهم، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم. فلا يجوز أن تفضل الإناث على الذكور ولا العكس، الذكور على الإناث، إلا فيما يعني كالمواريث مثلا الولد يأخذ يعني ضعف ما تأخذ البنت، أما عدا ذلك فلا يجوز التفضيل بين الأولاد والبنات في شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بيوتنا وأبناءنا وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.